السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم شيوات الأخوات، فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تبخلوش علينا، عافاكم لي لايك، شاركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشاركوا معكم هذا الكراتان الرائع ديال البطاطا، اقتراح كوجبة غداء ولا عشاء ولا هكا دابا للشهر رمضان ان شاء الله. كيجي لذيذ بزاف لعشاق الكراتان والبطاطا مع صدر ديال الدجاج ولا العداند ولا الكفته، داكشي اللي تحبوا تقدروا تحشوا به هاد البطاطا. فعلا كيجي رائع، تقدروا ديروا هكا في مول كبير ولا ديروهم هكا فرديين، كيجيو غزالين بزاف ولذاذ. غادي نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا محمد. هنايا غادي ناخذ واحد البصيله نشلطوها هكا مكعبات صغيورين، وغادي نديروا لها واحد رشه ديال زيت الزيتون وواحد الرشه ديال الملح على حسب الذوق، ونديروا البصيله ديالنا فوق من البوطه حتى تشحر وتهبط لينا مزيان. في هاد الاثناء راح درنا تقريبا واحد الكيلو ديال البطاطا تنسلق في الطنجره. المهم الكميه كتبقى على حسب افراد العائله. غنخلي لكم المقادير كيف العاده في صندوق الوصف. وهنايا عندنا جوج صدوره ديال الدجاج اللي سبق لينا نقيناهم مزيان، وغادي نبداو كنقطعوهم هكا مكعبات صغيورين. تقدروا كيف سبقت قلت لكم ديروا اما لاداند اما كفته اما داكشي اللي بغيتو. هنا بعد ما تشحرت لينا البصله كيف ما كتشاهدوا، غادي نضيفوا واحد الفلفله خضراء حتى هي غادي نشحروها مع هذيك البصيله، قطعناها حتى هي مكعبات صغيورين. كيجي بنين بزاف البنات هذا الكراتان، فعلا يستحق انكم تجربوه. وغادي نديروا عاود المقله ديالنا فوق من البوطه باش يتشحر لينا داك الفلفل. هنا بعد ما تشحر هذاك الفلفل مع البصله غادي نضيفوا هذوك الطريفات ديال الدجاج اللي سبق لينا قطعناهم مكعبات صغيورين، باش غادي نرجعوا عاود المقله كلشي تعاود باش يطيب لينا الدجاج يتقلى لينا. هنايا غادي نضيفوا واحد الراس ديال المعلقه صغيره ديال هاد الثومه اللي كنحضروها حنا في الثلاجه باش كتبقى لنا مده اطول. تقدروا تضيفوا جوج ضريسات ديال الثومه تحكوهم. هنا عندنا هاد التوابل ديال اكسيون اللي زوينين بزاف، فيهم الملحه فيهم الثومه فيهم تشيلي فيهم البصله تحميره. مهم اللي ما عندوش يدير التوابل المعتمده عنده، شويه فلفله كحله كيف ما كتشاهدوا، البزار راس ديال معلقه صغيره، معلقه صغيره مع مرج ديال سكينجبير، معلقه صغيره كذلك مع مرج ديال الخرقوم، والملح على حسب الذوق وصافي. المهم التوابل كل واحد يتبل وينسم هاد الحشوه بداكشي اللي معتمد عنده واللي عزيز عليه. وغادي نخلطوا كلشي مزيان، وغادي نرجعوا المقيله ديالنا فوق من البوطه باش يطيب لنا هذاك الدجاج صافي. هنا بعد ما طاب لينا الدجاج كيف ما كتشاهدوا غادي نخليو هاد الحشوه ديالنا جانبا تدفى لينا واحد شويه تبرد. والبطاطا ها هي بعد ما هي تسلقناها غادي نضيفوا لها واحد المعلقه ديال الزبده كبيره، وغادي نديروا لها واحد الرشه كذلك من هذوك التوابل هادو ديال اكسيون زوينين، فيهم الثومه فيهم البصله بودره، فيهم تقدروا تتبلوا كيف سبقت قلت لكم داكشي اللي بغيتو، شويه فلفله كحله شويه تحميره اللي بغيتو. وغادي نمعكو هكا ديك البطاطا ديالنا مزيان ربزوها صافي. وغادي نخليوها جانبا تبرد لينا واحد شويه، هي بشحال ما بردت شويه وشدت راسها يكون احسن باش نقدروا نخدموا بها. المهم هنايا بعد ما نربزوا البطاطا ديالنا مزيان غادي نخليوها جانبا، عاد غادي ندوزو نخدموا بها. لحقاش الا خدمنا بها تكون يلاه دافيه ولا كتعذب شويه كتبقى تلصق في اليدين كتعذب وما كتساعدناش باش اننا نديروا الكوايرات. سمحوا لي صوتي مازال مبحبح، مازال البرد ضاربني ما بغاش كاع يمشي عليا، عفوا. قلنا البشاميل حتى هي اللي سبق لنا حضرناها، ما كانش اللي ما يعرفش يدير البشاميل. ملاحظه البشاميل باش تجيكم زوينه وما تجي فيها ديك النكهه هكا ديال الخرق، بشحال ما خاص ضروري اننا نطيبوا هذيك الفرينه مزيان في الاول مع الزبده، وبشحال ما خليناها تطبخ من نديروا الحليب تطبخ بشحال ما طبخت بشحال ما كتجي بنينه، كتجي بحال شي كريمه ديال الفرماج. ولا تقدروا تضيفوا لها كذلك جوج فريميجات ولا كتجي بريمو لذيذه بزاف، ما كتجيش فيها ديك البنه هكا ديال البشاميل الاخر. بعد ما حضرناها انا غادي ناخذ هذيك الطاوله اللي غنديروا فيها هذيك الكراتان ديالنا ديال البطاطا،
درنا واحد الطبقه بشويه د البيشاميل كيف شاهدتوا. وهنا غادي ناخذ البطاطا، عاد حنا زربنا عليها شويه، ما خليناهاش ترتاح ما خليناش البطاطا تشد راسها بما فيه الكفايه، يعني كيف ما كتشاهدوا كتعذب شويه، ما كتساعدش باش انكم تكوروها. فمن الاحسن تخليوها شويه ولا ديروها واحد شويه في الكونجيلاتور ولا في الثلاجه هكا تبرد غير واحد شويه باش تشد راسها. صافي غناخذوا واحد الكميه هكا ديال البطاطا كيف ما شاهدتوا، ونحاولوا نفتحوها هكا في الوسط ونديروا فيها شويه من هذيك الحشوه اللي حضرنا من قبل ديال الدجاج مع البصله والفلفله، ونشكلوا كويرات. طبق رائع البنات، كيحماق عليه الصغير والكبير هكا، خصوصا العشاق الكراتان والبطاطا. البطاطا اكثر من كتكون هكا بنينه مرمله، كتجي زوينه بزاف محشوه بهذيك الحشوه. صافي هنا بعد ما قدينا الكويرات ديالنا غادي عاود نديروا واحد الكميه ديال البشاميل هكا من الفوق. والحجم عاود كذلك نتوما تحكموا فيه، بغيتوا الكره تصغروها، بغيتوا تديروا لها بحال هكا يعني كره ولا كره ونص للشخص، المهم داكشي على حسب الرغبه ديال كل واحد. هنا بعد ما نديروا البيشاميل فوق الكويرات ديال البطاطا غادي نديروا عاود كذلك واحد شويه ديال الفرماج موتزاريلا باش غادي ندخلوا هذا الطبق ديالنا يتقراطانا في الفران. كيجي رائع لا في المنظر ولا في المذاق. نتمنى من القلب تجربوها وتعجبكم هذه الوصفه وتبارطاجيوها مع الحباب. عفاكم ما تبخلوش علينا بلي لايك وشاركوا بارطاجيو باش ما نعكزوش اننا نشاركوا معكم المزيد من الوصفات والبلوغات. الا ما كانش التفاعل بنادم كيعكز انه يصور، تماره اللي كيضربها بنادم باش كيصور ويدير المونتاج وداك الشيء. مهم الاكثريه راكم عارفينها. هذا هو الطبق ديالنا ديال الكراتان ديال البطاطا بصدر ديال الدجاج بعد ما خرجناه من الفران، كيجي رائع بزاف. هو راه كيهضر على المنظر راه باين كلشي في الفيديو، هضر على راسو بلا ما نزيد نشكروا لكم اكثر. نتمنى تجربوه. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.